ما هو اصل انا تعبت. دايما بشوف اللي بيزعق اكتر بيتسمع اكتر، واللي بيحاول يقدم قيمة حقيقية بيتركن على جنب. وانت بقى زعلان انك مش متشاف، ولا زعلان على ذوق المجتمع؟ بص، هو انا مش ضد الضحك ولا الهزار، بس انا ضد ان التفاهة والاستفزاز تبقى اسرع طريق للعقول. لا، هي اسهل طريقة تستفز الغريزة. انت مصمم تدخل من باب العقل وتستغرب ليه محدش بيفتح لك. ايوه، ما انا بتعب جدا في محتوايا، من التحضير للتصوير للمونتاج، وفي النهاية تفاهة هي اللي بتكسب. السر مش في التفاهة، السر في النقص. يعني ايه؟ مش فاهم. هبسطها لك. محدش دلوقتي بقى بيدور على ايه هي احسن حاجة موجودة، كله بقى بيدور على الحاجة اللي تخليه يحس انه ليه رأي. ايوه، يعني انت عايز تفهمني ان انا غلطان ان انا بحاول مشكلتك انك بتحاول تبقى محترم ومثالي زيادة عن ايوه اللزوم. يعني الحل ابقى تافه؟ الحل انك تبقى مش مثالي قوي. سيب مساحة الناس تصحح لك مثلا. الفضول هو اللي بيجيب فيوز، انما انت بتدي المعلومة متقشرة فبيشبع من اول دقيقة. عايز تقول يعني ان انا المفروض اجوعهم، اقول معلومة غلط مثلا؟ افتكر لو انت شفت فيديو ليا دلوقتي عنوانه ليه الدكتور ده نصاب، هتدوس ولا لا؟ هدوس طبعا، عشان اشوفك عملت ايه وايه ممكن تكون مخبيه علينا يا دكتور. لا مؤاخذة. بالظبط، دوست عشان تراقبني، عشان تحس ولو للحظة انك احسن مني. العالم اللي احنا فيه ما بيتشدش غير للي بيعرف ينكش الغريزة دي. روح انت بقى فكر ازاي تخلي المشاهد بتاعك يحس انه اذكى منك. على فكرة انت كلامك مستفز جدا. اهو انت كده ابتديت تفهم. اقفل الباب وراك.